السلام البنات، اليوم جيت نشارك معاكم هاد الكاليت هذا كيجي خفيف. اليوم هادو المقادير: عندنا جوج بيضات، عندنا جوج خمات، عندنا العسل، كاس تاع السنيده، كاس تاع الزيت، عندنا الفورص البانيه، عندنا فاني، وعندنا حبه حلاوه. كناخدو جو بول يعني كنديرو فيه جوج بيضات، كناخدو كاس تاع السنيده، كناخدو غير الضرب اليدوي، يعني كنحاولو اننا نضربو مزيان البيض والسنيده حتى كتذوب ديك السنيده. نحاولو اننا نضربو مزيان يعني حتى كتذوب لينا هذيك السنيده، كتذوب يعني ما كتحاولش انها تبقى خشينه، يعني كتذوب مزيان 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 مزيان. كيجي هشيش بزاف وكيجي زوين رطب. وهذه الطريقه ديالي حاولت انني نبارطاجيها معكم. كنطربو ديك 3 ديال الدقائق حتى 5 ديال الدقائق 4 دقائق، المهم كنبقاو نطربو حتى كتحيد ديك السنيده كتذوب مع البيض. كيولي الخليط عندنا بحال هكا. كناخدو كيس تاع فاني، كناخدو كاس تاع الزيت، كناخدو حبه حلاوه. الذوق كيبقى اختياري، هذا غير يعني بغيتو ديروها باش كتبدلو غير ديك النكهه شويه، كيبقى يعني غير اختياري وصافي. يعني ذوق، يعني الذوق وصافي. كنحاولوا اننا نضربوا الخليط مزيان كيولي على هذا الشكل هذا، يعني منسجم مع بعضياتو مطلوق مزيان. كيجي على هذا الشكل هذا. كناخدو هنا 2 معالق ديال العسل. المعلقه الاولى كناخدو المعلقه الثانيه ديال العسل. العسل كيبقى يعني على حسب الحلاوه، نتوما واش كتبغيو الحلاوه ولا ما كتبغيوهاش. انا زيد عليا شويه الحلاوه، كنزيد الحلاوه شويه زياده، ولكن نتوما تقدروا ديروا معلقه ونص او ديروا معلقه ولا يعني 2 معلقات. المهم انا كنحاول ناخذ 2 معلقات هنايا. وكيبدل حتى اللون، كيبدل اللون ديال الخليط كيولي على هذا الشكل هذا، يعني بحال غادي شويه للذهبي، كيكون شويه زوين. صافي الخليط ديالنا كيولي على هذا الشكل هذا، يعني كيولي منسجم مع بعضياتو كامل، كيولي مطلوق. كيجي داك النافع وحبه حلاوه كيجيو زوينين، كيبدلو حتى النكهه. هنا كناخد جبانيه ديال الفوص البنات ديجا مغربل، وهو الخميره والخمات. عندنا 2 اكياس ديال الخمات وقريصه ديال الملحه. صافي كنحاولوا كنبقاو كنستمروا غير بالخليط ديال الضرب اليدوي حتى شويه كنجمعوها وصافي. الفوص الا ما كفاتكم الجبانيه كتحاولوا تزيدوا شويه حتى كيجمع لكم الخليط وكتجمع لكم العجينه، ما كتجيش قاصحه بزاف. هنا حاولت نحطها في الرخامه ونجمعها، حيت كتعرفوا العجينه ملي كتكون فيها العسل كتكون شويه كتلصق. جمعتها هنايا صافي كنرجعها. سمحوا لي. كنخدم هنا غير بايد وحده البنات. شتي الخليط ما كيجيش معقد بزاف ولا كيجي قاصح، كيجي هو هذا. كناخدو صفار ديال البيضه، كناخدو معلقه ديال المزهه، وكناخدو نيسكافي. كنشكلو كويرات على هذا الشكل هذا. كنحاولوا ان يدينا الكف ديال ايدنا البنات نديرو فيه شويه ديال الماء، حيت العجينه فيها العسل كتلصق شويه. صافي كنستمروا على هاد الطريقه هذه حتى كنشكلوا كويرات كاملين. بالنسبه للخليط اللي عندنا كنحاولوا نشدو صبعنا وكنضغطوه مزيان شويه في الكف. صافي كندهنوا الكاليط ديالنا وكناخدو فرشيط وكنحاولوا نشكلوا خطيطات بحال هكا، يعني باش انها كيجي غير الديكور صافي.
من بعد كندخلوها للفران على 180 درجة، كتنفخ مزيان، كطيب، كتجي زوينه هشيشه ورطبه. صراحه كيعجبني انا ملي ما كنلقى ما ندير كنوض كنصاوبهم دغيا 10 ديال الدقائق هما واجدين عندك. بالصحه والراحه، وما تنساونيش من لايك، وما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي، وان شاء الله يكونوا فيديوهات زوينين باذن الله. السلام عليكم.